دي الروح اللي بيعيش فيها الكلب معايا في مكاني. بص قد ايه بيكون مبسوط حتى لو هو جار، قد ايه مش بيكون متضايق. بس انا طالع النهارده اقول لك ان ده مش جار، دي جروايه انتايه مش ذكر. والفيديو ده انا بقول لك فيه معلومه مفيده ليك، ان لو عندك ودان كلبك فيها قرادة الأذن وفيها شمع زيادة وفيها لون زي اللون الأسمر أو البني الغامق، وطول الوقت الودن دي عمالة تعمل كده عمالة تعمل كده تعمل كده تعمل، والكلب سخن ممكن ما ياكلش، ممكن الكلب نفسه ما يبقاش مبسوط، ممكن الكلب نفسه يسخن منك، ممكن الكلب نفسه شهيته تتقطع خالص، يركن على جنب مقريف، نفسيته مش مظبوطه، مش قادر يمشي معاك زي عوايده، طول الوقت عامل ودانه كده. في حاجات كتيره جدا انت مش واخد بالك منها، ان كلبك بيتألم وهو فعلا بيتألم. طب ايه الحل؟ الحل هقوله لك دلوقتي، انك لازم تجيب حاجه بيطر مش بشري، دي بالذات بقى بيطري مش بشري، ان انت تنظف بيها الودان. اكيد الكلاب عندي ما فيهاش حاجه، بس انا بقول لك ليك انت يعني ان انت تعمل كده، واوعى تحط في ودانك، بقول لك لودان الكلب. يلا يا عم، معلومه اهي بقولها لك، وكل شويه بقول لك معلومه من خلال واقع تجربتي اللي انا مريت بيها كتير جدا في عالم الحيوان الاليف اللي انا بحبه وبعشقه. المره الجايه ان شاء الله اعمل لك فيديو لتفضيه الغده، في نفس الوقت لو ريحه فم كلبك كريهه. خليك معايا هتستفاد كتير جدا، وما تنساش المتابعه والاكسبلور والحفظ والكومنت لو محتاج اي حاجه. النشر قول لي، اعاده النشر مهمه جدا عشان افضل مواظب على المحتوى، وبتاسف لكم لو كنت غبت عنكم شويه في الفيديوهات، بس انا بقول لكم انا راجع وبقوه. القمر دي اسمها فينوس، لو عايز فينوس، بس مش فينوس الليد، لو عايز فينوس اتصل على طول.